السلام عليكم. كتير النهاردة حصل معاه موضوع خصم كبير من الأرباح. بمعنى النهاردة طبعا زي ما احنا عارفين يوم 10 اليوم اللي بتتحول فيه الأرباح من اليوتيوب إلى جوجل أدسنس. فالنهاردة طبعا تم تحويل أرباح يوتيوب إلى جوجل أدسنس، لكن الحقيقة كانت بنسبة خصم كبيرة جدا جدا جدا. القناة اللي بكلمكم منها دي القناة اللي بشتغل عليها، مش قناتي الأساسية. طبعا الناس مثلا اللي كانت عاملة 150 دولار، لو عاملين مثلا بالمصري مثلا، لو عاملين بالمصري مثلا حوالي مثلا 7000 جنيه، فلقت مثلا اللي نتحول لجوجل ادسنس حوالي 6000. يعني في ناس اتخصم منها 1000 لما اتحولت لادسنس، وفي ناس اتخصم منها 1500، وفي ناس اتخصم منها 400 500، كل واحد حسب المبلغ اللي هو كان موجود معاه في الحصيلة. يعني في ناس مثلا كانت عاملة 100 دولار يا دوبك او 110 دولار في اليوتيوب، لما راحت لادسنس لقتهم حوالي مثلا تقريبا ما يعادل ال 90 دولار بالمصري. ده طبعا انت عارفين كله بيتحول لادسنس دلوقتي بالجنيه المصري. طبعا الخصم ده غير الخصم اللي بيجي اخر يوم القبض اللي هو يوم 21 يوم تحويل الدفعة اللي هو بيكون بتاع الضرايب. تعالوا نشرح كده بس بالتفصيل، عشان في ناس بعتت، وانا هقول لك على حل المشكلة اللي انا عملته بقالي حوالي شهرين والحمد لله جاب نتيجة معايا. بداية بعد ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، احنا عارفين ان مواعيد تحويل الدفعات من يوتيوب لادسنس بيكون من يوم 10 الى يوم 12 او من يوم 7 ليوم 12. يعني ساعات في بعض الشهور كده بتيجي ساعات مرة في السنة ولا حاجة تلاقيه يحول لك الارباح من يوتيوب لادسنس في يوم 7 8 9، لكن بنسبة 90% بيكون التحويل يوم 10. يوم 10 الفلوس بتترحل من اليوتيوب الى ادسنس، لكن التحويل الدفعة الى حسابك البنكي بيكون ابتداء من يوم 21 الى يوم مثلا 25 27 طبقا لمواعيد التحويل، او لو ما فيش ايام عطلات في اللي عندكم في البنوك، او في حسب ما انت الدولة اللي انت فيها. تعالوا بس نروح كده. المفروض انت في اليوتيوب ده طبعا ارباح المحتوى بتكون للناس اللي عندها مدونات. انا عندي مدونة بسيطة كده ما بتحققش ارباح، فارباحها بسيطة زي ما انتم شايفين. قنوات اليوتيوب في حساب يوتيوب من اجل ادسنس او ادسنس من اجل يوتيوب، بيبقى لها حساب لوحدها خاص زي ما احنا شايفين. انا كان الشهر اللي فات كان اتخصم قبل ما تترحل الدفعة، كان اتخصم حوالي 800 جنيه. قبل كده كان بيتخصم مني بحوالي 1500 2000 قبل ما تترحل الدفعة. ما كلمكش على الضرايب، انا بكلمك على المبلغ اللي بيتخصم لما الفلوس بتترحل من اليوتيوب بالادسنس. كان بيخصم حوالي قبل كده حسب المبلغ الكبير، ساعات يخصم 1000 1500، ساعات يخصم مثلا 2000 لو المبلغ كبير شوية. لكن بدأت انتبه لحاجة مهمة هقول لكم عليها. الشهر اللي فات اتخصم مني حوالي 600 جنيه تقريبا. الشهر ده الحمد لله اتخصم حوالي 400 جنيه من المبلغ. طب يعني بداية الخصم بدأت تقل. طب ايه اللي كان بيحصل؟ انا الحقيقة كنت لما بنزل فيديو على اليوتيوب بعمل له من اكتر من حساب مشاهدة عشان ارفعه. فالحقيقة كانت دي ملاحظت الموضوع ده، لما بدأت اعمله لقيت بيجي خصم كبير خالص، بيجي خصم كبير خالص من الارباح نفسها. انا بكلمكش على الضريبة دلوقتي، ركز معايا. الضريبة دي حاجة، والخصم اللي بيترحل من يوم تحويل من يوتيوب لادسنس حاجة تانية. لما بدأت اقلل مشاهدة فيديوهاتي من حساباتي الخاصة بدأت نسبة الخصم دي تقل. فطبعا دي طبعا الدفعة اللي فاتت دي الدفعة دي بتاع الشهر ده مخصوم منها كده النهارده بعد الترحلات في حدود 400 جنيه من الحساب اللي انا كنت متوقعه. على اساس ايه؟ اقول لك على اساس ايه. انا المفروض لما بروح هنا عند سعر الدولار، لما يجي نحب ان نشوف سعر الدولار عايز تعرف المبلغ اللي هتاخده، هو طبعا بيتحول في نفس اليوم. النهارده مثلا 10 فبتتحول بسعر الدولار بنفس اليوم. فالدولار النهارده مثلا 46 79، طبعا نازل بقاله فتره. قبل كده كان بيعدي ال 47 وساعات بيوصل 48 كمان، لكن الدولار فيه انخفاض بقاله فتره مش اقل من 20 يوم. طيب فانا مثلا كنت عامل حوالي 920 دولار، المفروض 43000 تقريبا و48 جنيه تقريبا بالظبط. طيب اللي اتحول كام؟ 42548. نعمل ريفريش للصفحه عشان بس الناس ايه تتاكد. زي ما انتم شايفين يعني حوالي 548، يعني مخصوم مني حوالي 400 جنيه او 500 جنيه تقريبا لو شينا 48 حتى.
ده اللي اتخصم من الحساب على اساس ده بسعر الدولار، لان الفلوس لما بتتحول لك بسعر الدولار في نفس اليوم. يعني انت ليك مثلا 100 دولار في نفس اليوم، يوم 10 ده تضربهم في سعر الدولار تعرف الفلوس اللي هتتحول لادسنس. في ناس بقى بتلاقي اختلاف كبير، بتلاقي اختلاف حسب المبلغ، 100 جنيه 200 جنيه 300 400 1000 جنيه حسب المبلغ اللي متحول لك. ده كله بيبقى نتيجة ان انت بتشاهد قناتك من حساباتك اللي مرتبطة بيك، اللي بنفس الواي فاي وبنفس الجهاز، بتشاهد قناتك او الفيديو بتاعك. ده بيعمل عندك خصم كبير شوية حسب المبلغ الموجود عند حضرتك. طبعا احنا عارفين ان الفلوس بتتحول زي ما قلنا ابتداء من يوم 21، لكن الناس ساعات تعمل فيديو، ساعات انت حضرتك تعمل فيديو فانت تروح عشان ترفعه تقوم تعمل له مشاهدة مثلا من قناتك او من زي كده المشاهدة على اليوتيوب او من حساب تاني تبعك وتعمل تبديل الحساب. طبعا ده غلط، بيضرك وبيخلي فيه بعد كده يجي عليك خصم في اليوتيوب بنسبة كبيرة جدا. اتمنى اكون افدتكم وبشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.